السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم ونصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونبدأ وصفة جديدة من وصفات يوميات ليلي والزوز. هنعمل النهاردة الكفتة المشوية بالبطاطس المهروسة. معايا لحمة مفرومة الكمية اللي انت عايزاها، دول حوالي كيلو الا ربع. عليهم بصلتين كبار مفرومين، هحط عليهم ملح وفلفل، مش هحط اكتر من كده عشان ما تغيرش الطعم معايا. طبعا ممكن اضيف بهارات كفتة او بهارات لحمة لو موجودة عندي. تمام، هنزل بقى الملح كمان وهدعكم مع بعض. والنهارده بقى هنعملها ببطاطس مهروسه زي ما قلت لكم. معايا بطاطسيتين مهروسين بميه بس على النار. جبت بطاطستين كبار حوالي نص كيلو، قطعتهم وهرستهم وسلقتهم كده. ومعايا بقى شرايح طماطم وشرايح بطاطس وشرايح بصل، دول الارضيه بتوع الصينيه اللي هنصبع عليهم الكفته. طبعا بقى بهرس البطاطس بالهرسه كده او بكوبايه او بمعلقه، المهم هرسها كويس جدا جدا قبل ما انزلها على اللحم. طبعا فوائد البطاطس بتدي طراوه حلوه جدا للكفته، وتديها طعم حلو، وكمان بتكتر الكميه، بتخليها متضاعفه. طبعا بقى انزل البطاطس كده على اللحمه واعجنهم كويس جدا جدا مع بعض. طبعا كل ما بحط حاجه كل ما بعمل خطوه بعجنها لوحدها. طبعا بقى بعد ما عجنت البطاطس مع اللحمه، شايفين لونها ابيض ازاي، هدعمها بقى بشويه توابل كمان وشويه ملح عشان البطاطس، وهضيف شويه من الكمون عشان طبعا انتوا عارفين البطاطس المسلوقه بتحب الكمون، بتديها طعم حلو. بالشكل اللي احنا شايفين. معايا عودين بقى من الكزبره او البقدونس حسب الرغبه، هخرطهم كده على الكفته. طبعا مرضيتش احطهم بقى ياخدوا العجن بتاع الكفته وياخدوا عجن البطاطس والكلام ده عشان بيسودوا معايا، فسيبتهم كده عشان يبقوا فريش ولونهم اخضر حلو كده. وهدعكم دعكه بسيطه كده معايا زي ما احنا شايفين. طبعا بيدوا شكله حلو في صابع الكفته، وكمان بيدوا طعم حلو. الصينيه بقى اللي هستخدمها فيها شويه كده من السمنه في القاع بتاعها قبل ما احط الخضار عشان اعمل ارضيه لها. طبعا اللي بتفرق جدا، بتبقى طعمها حلو قوي قوي الكفته دي بالخضار، والخضار كمان بيبقى طعمه احلى، والبطاطس بتبقى مديها طراوه وطعم حلو جدا هيعجب. دلوقتي هنزل البطاطس، طبعا مقطعاها رقيقه كده عشان تاخد سوى الكفته زي ما احنا شايفين مع بعض. وهنزل على البطاطس دي شرايح البصل وكمان شرايح الطماطم اللي انا عاملاها بالشكل اللي احنا شايفينه ده. بحاول اسويهم على قد ما اقدر كده علشان الكفته تبقى مستويه كده على الصينيه بالشكل ده. وهنزل بقى باقي الحاجات زي ما قلت لكم كده. وطبعا لو وصلنا للجزء ده من الفيديو ما ننساش اللايك، واللي اول مره بيشوفني يا جماعه ينزل يشترك في القناه عشان يوصل له كل فيديو جديد انا بنزله. وكمان يا جماعه الناس اللي بتتفرج وبنلاقي مشاهدات كتير ما بنلاقيش لايكات، دي مش امانه بنتعامل فيها مع بعض. انا دايما اول ما بفتح الفيديو بحط اللايك على طول، طبعا دعم للقناه اللي انا داخله عندها او الاشخاص. طبعا بقى هنزل الطماطم كده هرصها بالشكل ده اهو. خلاص كده تمام، كده تمام خالص. معلقتين كده من الزيت على الخضار ده، وكمان هتبلهم بنفس التوابل اللي انا حاطه منها على اللحمه المفرومه او الكفته بتاعتي. شويه كده من الفلفل الاسود، شويه من الكمون، شويه من الملح برضو عشان يبقى حدق، يعني يخلي الخضار اللي معانا خد حدقه. طبعا قبل ما ابدا اصبع الكفته او قبل ما اعينها في التلاجة هجيب 4 معالق من البقسماط العادي بتاعنا اللي بنستخدمه في البانيه. طبعا ال4 معالق دول من معالق الاكل دول على كميه كيلو الا ربع لحم. لو انت هتعملي نفس المقادير دي برضه هتحطيها، يعني مش هتبقى فرقه كتير. دلوقتي بقى هبدا اجيب اي حاجه اصبع عليها الكفته كده باي شكل بقى يعجبني. طبعا على الخضار اللي انا رصيته في الصينيه ده اداني طعم جميل جدا 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 بالشكل ده. طبعا بقى الكفته بالذات يعني لازم تدخليها الفرن على فرن ساخن، ما تدخليش اي حاجه بتعمليها في الفرن لازم يكون الفرن سخن عشان الحاجه ما تجلدش معاكي بالشكل ده كده اهو. هدخلها بقى على درجه حراره 180 على الشبكه في الرف الوسطاني، وهتطلع معايا خيال وفيها طراوه جميله جدا وتحفه.
طبعا بقى قبل ما ادخلها الفرن، عشان طبعا البطاطس مخليه اللحمه لونها ابيض شويه، جبت كده شويه من الزيت حوالي معلقتين 3 كده، وعليهم نص معلقه من البابريكا، وقلبتهم في بعض، وبقيت ادهن بيهم الكفته كده زي ما احنا شايفين. طبعا الخطوه دي دعمتها قوي لما استوى. طبعا دي شكلها لما استوت، وكانت طريه وكانت طعمها تحفه، والخضار كان جميل جدا جدا. يا ريت تجربوا الوصفه وتقولوا لي رايكم في التعليقات. مع السلامه، اشوفكم